النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة وبسيطة وسريعة وحاجة كده في منتهى الحلاوة وطعمة كده وجميلة قوي قوي قوي، وهتخلص في 10 دقايق. يعني هو انت هتعلقي عليها وهتسيبيها تخلص على طول وهتستوي براحتها خالص لحد ما تدوب في البق. معايا هنا احلى طاجن كباب حلة خطير، بيبقى بصوا في حتة تانية خالص، مع شوية رز ابيض، شوية رز معمر، شوية اي حاجة، لقمة عيش، بيبقى في حتة تانية. بجد الطاجن بيبقى تحفة قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو. عندي هنا بقى بصل. البصل بتاعك يبقى على قد كمية اللحمة. كيلو لحمة يبقى كيلو بصل، نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل. شوفي هتعملي لحمة قد ايه، هي كمية البصل. انا هنا كنت بقطع البصل تقطيعة صغيرة خالص. عايزة تضربيه كله في الكبة براحتك، عايزة تقطعيه براحتك برضو، عايزة تقطعيه جوليان عادي مفيش مشكلة. بس كل تقطيعة ويبقى ليها طعمها. انا بحب ان انا اقطعه بايديا كده، بيبقى ليه طعم عن الكبة، عن ما يبقى جوليان، عن ما يبقى كبير شوية. هو انا بحس بكده، هو ده الاكيد، يعني هو مش ده اللي انا بحسه بس. فهو اكيد كل تقطيعة ليها طعمها. انا هنا كنت بقطعه صغير، مكعبات صغيرة، وعشان ما اطولش عليكم الفيديو كنت بسرع كده شوية. وهنا خلصت خلاص كمية البصل بتاعتي، فضيتها في طبق. وهنا دي اللحمة الخطيرة القمر. بصوا لحمة اي قطعية انتي حباها براحتك. هنا بقى دي الكنز، حتة ليا ضاني. حتة ليا ضاني دي بتودي اللحمة في حتة تانية خالص. قطعيها كده مع اللحمة وهي بتستوي، بتبقى تحفة تحفة تحفة. يعني حتة اللية دي والله العظيم بتخلي طاجن اللحمة بتاعك في حتة خطيرة خطيرة بجد، ولا كأنك جايباه من أفخم المطاعم. لو طبعا مش بتحبيها او ما بتحبيش اصلا اللي هي الضاني، اللحمة الضاني، فما تحطهاش براحتك، مش موجودة ما تحطهاش. بس هي بتبقى حلوة قوي قوي قوي. هنا انا قطعت كمية اللحمة كلها مكعبات اصغر من كباب الحلة شوية، لان انا بحبها صغيرة كده بتبقى احلى من تقطيعة الكباب الحلة الكبيرة شوية. فالتقطيعة دي بالنسبة لي كانت حلوة قوي. انتي قطعيها زي ما انتي ما عايزة تسيبيها سليمة فبراحتك خالص. بس هنا انا كنت مقطعه. بصوا بقى، ده تحفة. ده كده اللي هي دي خطيرة، دي اللي بتظبط لي الطاجن اصلا وبتخلي فيه دسامة كده، وبيبقى تحفة بجد. فاشتروا اللي هي دي بتبقى حلوة قوي. هنا انا خلصت اللحمة، جبت بقى حلة على النار، نزلت فيها معلقة سمنة، ونزلت بيها باللحمة على طول، اديها تشويحتين كده حلوين قوي. ومعايا ملح وفلفل اسود ورشة قرفة، عايزاها حطيها ومش عايزاها براحتك. معايا حبهان ومستكة ورشة جوز الطيب كده بشرناها، ورق لورا، واحدة مرقة لو عايزة، مش عايزة خلاص. انا حطيت مرقة لحمة. انا ساعات اصلا كتير ما بحطهاش، فعادي ممكن ما تحطهاش اي بهار انتي مش بتحبيه، فما تحطيهوش عادي. اول ما اللحمه اتشوحت معايا نزلت على طول بالبصل، وهديله برضو تقلبتين، وهغطي الحله اسيب البصل مع اللحمه ينزلوا ميتهم ويستووا شويه كده. وبعد كده انا هضيف عليهم ميه تاني، بس اهم حاجه ان هي تنزل الميه بتاعتها والسوائل كده. وبعد كده بقى نضيف عليها شويه ميه حلوين، ونوطي عليها النار خالص ونسيبها تستوي براحتها تماما. اللحمه تستوي بقى والبصل يستوي وكله كده يستوي مع بعضه، علشان نعمل احلى طاجن. يبقى بصوا بيدوب كده بيدوب. هنا قطعت عليهم قرنين فلفل حلوين كده حامي. عايزه تقطعي رومي براحتك، مش عايزه تحطي برضو براحتك، بس هو الفلفل الحراق كده بيبقى حلو قوي. هنا بقى حله على النار، معايا ورق لورا وحبهان، واحده مرقه وشويه ملح، وهنعمل احلى رز مبهر. رز ابيض عادي المصري بس هو مبهر، مش هنخليه اللي هو الرز الابيض العادي، لا احنا عايزينه بالبهارات. حطينا قرفه ومرقه وورق لورا وحبهان، واي منكه انتي حباه عادي حطيه في الرز المبهر ده، بيبقى طعمه لذيذ قوي قوي قوي. فبيبقى حلو كده، ومع البهارات دي بتديله طعم تاني خالص. هنا الرز خلص معايا، ورز مفلفل. بصوا الفلفله كل حبايه بحبتها كده، بصوا مفلفل جدا. دي بقى لمسة تركية كده. عندي كوباية دقيق، دي اللمسة التركية اللي بنلاقيها في كل المطاعم التركي اللي بنروحها. عندي كوباية دقيق ورشة ملح ورشة سكر وميه بقى سنه سنه كده. هننزل بالميه سنه سنه لحد ما تبقى عندي عجينه متماسكه. هسيبها ترتاح شويه وهاجيلها تاني. هنا اللحمه كانت خلاص استوت، والبصل اتكرمل وبقت تحفه. هنفضيها في الطاجن بتاعي. بصوا بقى العجينه اللي احنا عملناها، هنحطها على شويه دقيق ونفردها. نفردها سمك مش تخين وسمك مش رفيع قوي، يعني وسط كده.
هنفردها وبعد كده هنروح حاطينها على الطاجن علشان نعمل غطا يبقى قمر. ده عيش على فكرة، يعني ده بيتاكل عادي. يعني انا بغمس بيه اللحمة من بصل بيبقى خطير. جبت بضاية كده عليها شوية لبن صغيرين وهدهن بيها الوش. عندك بقى حبة البركة حطي، سمسم حطي، مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس انا بعشق حبة البركة فحطيت منها وحطيت كتير. فانتي بقى براحتك، عايزة تحطي سمسم براحتك. بصي بقى الطاجن طلع من الفرن وحاجة يعني هو يتحدث عن نفسه. بصوا كان حلو حلاوة مش طبيعية. والعيش طعمه حلو قوي، بتغمس بيه البصل كده وكان بيبقى خطير. العيش اللي على الجوانب ده كله بيتشال وبيتاكل وبيبقى تحفة تحفة تحفة. الوصفة دي على طول اعملها كده لما يكون مزاجي رايق، وفي نفس الوقت مش عايزة اعمل اكلة معقدة، بتبقى حلوة جدا ولذيذة مع قرن فلفل كده خارجي كده غير اللي احنا حاطينه. وبجد بيبقى طبق خطير خطير خطير. لو في عزومة يسد معاكي، لوحدك يسد معاكي، فهو تحفة بجد. والف هنا وشفا على قلوب.